السلام عليكم. اليوم بغيت نهضر معكم على واحد الحاجة اللي بسيطة ولكن في نفس الوقت قوية وبزاف. حاجة كتخلي الإنسان يعيش، حاجة كتبقى معنا حتى في الأيام الصعيبة. هاد الحاجة هي الأمل. الزمان صعب بزاف والحياة راه ماشي سهلة، وكل واحد فينا كيحس بالعيا، بالغدر، بالخذلان، وشي مرات حتى بالوحدة، كيحس براسو دائما بوحدو وما عندوش اللي يساندو. ولكن اللي بغيت نقول لك هو ان الامل ما كيموتش الا حنا فقدناه وخليناه يموت وحنا باغيين. الامل هو اللي كيعطيك القوه باش تكمل نهارك، باش توقف على رجليك من جديد وديما تكون حاضر. وخا العالم كله يرجع ضدك، وخا كاع الناس بعدوا عليك، الامل بوحدو كيبقى معاك حاضر وخا في صمت. اللي نبغي نقول لك خليك قوي، خليك صابر، خليك موجود. كل تجربة صعيبة كتعلمك وكتخليك تزيد القدام، وكل جرح كيخليك أقوى من قبل، وكل دمعة كتزيدك حكمة وكتولف أنك تبقى ديما صامد حتى شي حاجة ما تطيحك. ما تخليش الألم يوقفك، ما تخليش الناس السلبيين يضيعوا لك حياتك يسرقوا منك الفرحة، ما تخليش الماضي يتحكم في المستقبل ديالك. تقدر تبدا من جديد، وهذا النهار هذا تبدا بغض النظر على الصعوبات، بغض النظر على النظرة ديال الناس، بغض النظر على الماضي ديالك. كونك انت الامل ديالك، وقول في نفسك غدا ان شاء الله عندي فرصة اللي جديدة وما غاديش نضيعها، وغادي نكون اقوى باذن الله. وكل مرة تحس بالضعف تفكر ان اقل خطوة اليوم خير من آلاف الخطوات اللي ما بداتش. حتى النفس والابتسامة الصغيرة الدافية تقدر تبدل نهارك كامل وتزرع الشمس جديدة في حياتك. الأمل راه ما كيموتش، حافظ عليه، غدي قلبك بيه، وخلي روحك تصبر، وخليك ديما صامد، ودير في بالك أن الأمل كاين معك. وصدقني كل شي غادي يكون بخير. ما تخليش اليأس يغلب عليك ويدخل لقلبك، لأن الأمل هو اللي كيخلي الحياة ديالنا تزيد القدام، تستمر، وكيخلي الإنسان يعيش هو مرتاح بصدق، ابتسامة، بسلام وأمان نفسي وكل شي. وها احنا وصلنا للنهاية هاد اللحظة. بغيت نقول لك حاجة واحدة، خليك ديما متفائل وثق في الأمل اللي داخل قلبك. راه الحياة راه قصيرة، راه ما فيها والو، والأمل هو اللي كيخليها زوينة، هو اللي كيعطيها معنى، وكيخلي كل لحظة عندها الجمالية ديالها. إلا عجبك هاد البودكاست ما تنساش تشترك في القناة ديالي باش تبقى ديما معانا، وتشارك هاد الرسالة مع الناس اللي محتاجينها يسمعوها. خلي قلبك ديما مفتوح، وديما تفكر غدا اليوم جديد وفرصة جديدة باش نكونوا أفضل. شكرا لكم.